لسه عليك يا صاحبي، معاك زوز. اتصورت صورة رايقة بس محتاجة تاتش ايديت كده وانت مالكش في الموضوع قوي، او ليك بس البرنامج اللي انت بتشتغل بيه تقيل، او بيطلب منك ان انت لازم تشترك عشان خاطر يديك الافكت المظبوط. انا جايب لك النهارده ابلكيشن بسيط جدا وهيعلمك الايديت ويخليك برنس. بس الاول تعال نخش بالانترو. هنتكلم النهارده على ابلكيشن اسمه سناب سيد. سناب سيد ده من ابسط البرامج اللي انا ممكن اكون اشتغلت بيها في كل حاجه في الايديت، ولو في غلطه في الصوره ممكن يشيلها لك وكمان مجاني. ف يلا كده نخش على طول في المهم. هنفتح مع بعض الابلكيشن، نختار الصوره بتاعتنا. دي صوره جميله ورايقه بس محتاجه شويه ايديت كده والالوان توضح شويه. اول حاجه احنا ممكن من هنا نعدل الصوره، لو هي مايله مثلا كده شويه نعدلها، بس الصوره بتاعتنا مش محتاجه. والله ممكن سنه بسيطه نخلي الخط كده جاي ايه، سن مظبوط مع البحر. طيب احنا كل حاجه بنشتغل بيها بتبقى من الادوات، تمام. هنا هو مديك شويه افكتات مظبوطه، بس احنا فينا ايدين وفينا دماغ ممكن نعمل حاجه احسن منهم. وهنا انت لو عايز تعمل لها سيف، بس ده مش دلوقتي. هنخش على الادوات. انا دلوقتي الراجل اللي واقف ورايا دوت مش عاجبني، انا عايز اشيله. اخش وادوس على اصلاح الصوره، زوم جميل كده. طبعا لو حاجه جت غلط نرجع خطوه. بس ولا حد خد باله من اي حاجه، بس ولا كأن كان في حد موجود هنا اساسا. طب الشخص ده كمان برضه مضايقني، نفس الموضوع بمنتهى السهولة. الحتة دي كمان مش عجباني، بس الصورة اتغيرت نهائي. دوس صح. خش على ظبط الصورة، ده أهم حاجة، وهي دي اللي ممكن انت اصلا تخش تعمل ايديت علشانها. انا عايز مثلا اعلي الاضاءة هنا شوية، واضح شوية. التباين هنا اقلله شوية كده مثلا. هنا عندي حاجة اسمها تشبع اللون دوت، بيشوف الالوان اللي هي كده كده واضحه قوي في الصوره، تمام، وبيزود التشبع بتاعها. يعني كده كده اكتر حاجه واضحه هي انا والكوفيه اللي انا لابسها، فانا لما اعلي التشبع بص هيبقى عامل ازاي، بقى اعلى حاجه موجوده. طيب في تحتي حاجه اسمها التباين العام، ده زي التشبع بالظبط بس بيبقى بيعمل تشبع للصوره كلها زي كده، بيخلي فيه وضوح. فانا لو ده زودته الاول زي كده، وبعد كده رحت جاي على تشبع اللون نفسه ومزوده، فهيزودني لون الصوره كلها يخليها احسن. انا شايف مثلا كده حلو، كده احسن. مثلا الاضاءه دي بيشوف المناطق اللي فيها اضاءه عاليه، وممكن يا اما ازودها يا اما اقللها على حسب الاحتياج. اضاءه السما انا لو زودتها قوي هتبقى مش سما خالص. فممكن مثلا نخليها كده، كده كويس. نخش بعديها على الظلال. والله لو فتحتها هتبقى لذيذه. كده كده عاجبني، كده جميل. الدفء دوت بينقسم لحاجتين، يا اما يخلي الصوره كولد قوي تحس ان هي برد، يا اما يخليها لونها مصفر او فيها دفى شويه. هو كده او كده، فعلى حسب المود بتاع الصوره. انا كده كده المود بتاع الصوره هو مش محتاج ان هو يبقى كولد، هو مظبوط لوحده. ولو خليته ان هو يبقى دافي هيبقى سخيف خالص. ممكن نكتفي بكده. دي من الادوات المهمه جدا، اداه اسمها انتقائي. ممكن مثلا اجي هنا في المكان ده، تمام، واظبط القطر بتاعي. اي حاجه متلونه بالاحمر هتتغير، التاثير اللي عمله فيها هيتغير في المكان ده. ونعلي مثلا هنا اللون، مثلا نعلي الاضاءه شويه. هنيجي في الحته دي نعلي الاضاءه.
وبعدين عايزين نعلي اللون شويه، نخلي اللون الازرق واضح كده مثلا، وندوس صح. نخش بعديها مثلا على السما، نفس الموضوع، الحته دي ايوه، عايزها مثلا تبقى ايه، منوره كده بس. تمام. ممكن ان انا اعمل كده مثلا على حته مثلا في جسم الشخص اللي قدامي، يعني انا مثلا ايه، ممكن اعلي ايه الاضاءه بتاعت وشي انا بس كده مثلا. بس كده بمنتهى البساطه. كمان ممكن احط اي تكست انا عايزه، يعني دوس ادوات، دوس على النص، اوكي، نختار اي حاجه من هنا مثلا من كده، اهو، دوس مرتين، نغير، نكتب ايه مثلا، نكتب الجوز. كله كابتن، انت هتيجي تبقى سمول صحش. ودي كمان ايموجي، يلا. ما بيحطش ايموجي، انا اسف. طيب هنا كده، طب هي شكلها مش عاجبني مثلا، ممكن اغيرها من هنا، من هنا كده، او كده، او كده. دي جميلة دي، بس اللون ممكن نغيره برضه، ابيض والصورة فاتحة فمش ماشية. ممكن ايه نغمق، نخليه مثلا لون السكارف كده. طبعا ما انصحش اي حد خالص ان هو يكتب اسم على الصورة بتاعته. خالص. ممكن نعمل حاجة تانية، مرتين، اكتب ماي لايف. بس كده احسن. بس كده. اظن ان انا مش حابب اعمل حاجات. البنطلون دلوقتي اللون بتاعه حاسس ان هو رمادي شويه من شويه تعديلات الحاجات اللي غيرناها، فانا عايز اخليه اسود مثلا. اخش على انتقائي برضو، احدد البنطلون كده، وبدل ما هنخلي السطوع اعلى حاجه، لا هنغمق المنطقه دي، عظمه على عظمه. انا كده مبسوط. ده قبل وده بعد. شايفين الفرق عامل ازاي؟ فرق السما والارض. الموضوع كله ما اعتقدش ان هو خد دقيقتين معانا. ممكن كده تعمل ايديت لاي صوره ليك مش هتاخد معاك دقيقتين. حفظ، سماح، وبس كده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك وفولو وكومنت لو حابب نتكلم عن حاجه معينه. شكرا لو لسه بتتفرج. سلام.